صباح الورد والفل والياسمين او مساء الورد على حسب ما هتشوف الفيديو. هنعمل النهاردة وصفة حلوة جدا، هي الرز بلبن. هنعمله بطريقة حلوة. يلا بينا نشوف المقادير على طول. ولو اول مرة تشوفوا القناة اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة، وحطوا لايك للفيديو لو عجبكم. اول حاجة انا هعمل كيلو حليب. استخدمت حوالي كوباية رز نقعاها لمدة نص ساعة، وبعد كده حطيت عليها مية كده في الحلة. هحط الحلة كده حوالي نص الحلة مية. تمام. وبعد كده هحطها على النار واسيبها تغلي براحتها لحد ما الرز بتاعي يستوي تماما. وبعد كده هنشوف الرز عمل ازاي. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الرز استوى جدا جدا. انا عاوزاه بالطريقة دي علشان يدوب في البق كده مع الحليب وانت بتاكليه. هحط اللبن بتاعي بقى، طبعا فيه شوية مية رز كده باقيين، بس انا مش هستغنى عنهم. لو انت حابة تشيليهم شيليهم وصفي الرز، لكن لا، مية الرز مفيدة جدا طبعا، وكمان دي مركزة خالص، فكمان هتديلي طعم حلو قوي للرز بلبن. خلاص حطيت الحليب كده، هغطي عليه بقى وعلى نار هادية، وهسيبه يغلي حوالي 10 دقايق بالرز كده مع بعضه او ربع ساعة. وبعد كده نضيف المقادير بتاعتنا علشان نكمل وصفتنا مع بعض. هنعمل ايه بقى؟ اللبن كده غلي حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، وهجهز معايا بقى ايه النشا في شوية مية كده في اللبانة اللي كان فيها اللبن، حوالي نص كوباية مية. يعني هنحط 3 معالق نشا كبار. طبعا مش هنزود النشا هنا لان احنا مش بنعمل مهلبية، وعايزاه كريمي وناعم كده وجميل، ومبقاش تقيل ولا متكتل ولا الكلام ده كله. هدوب شوية النشا وهحط السكر. طبعا السكر يعني حسب زي ما انت عايزة. هو المفروض كل كوباية حليب عليها معلقة سكر كبيرة. وهبتدي هنا هحط السكر والحليب. وطبعا انا بضيف هنا كريم شانتيه، حوالي نص كوباية كريم شانتيه، بس ما كانش موجود عندي في الوقت ده. وبضيف قشطة كمان، لكن اللبن بتاعي هيغنيني عن الموضوع ده كله. حطيت هنا فانيليا. اللبن بتاعي هيغنيني ليه؟ لانه لبن فلاحي وما شاء الله يعني مليان قشطة. وطبعا انا ما غليتش اللبن قبل ما استخدمه، انا حطاه على الرز كده بعد ما استوي من غير غلي. خلاص كده قلبت كل المقادير مع بعضها ونزلت الفانيليا، والرز بلبن جاهز معايا. وهنا كان عندي جوز هند في التلاجة، وجبت سوداني كده دلوقتي سخن من مقلة. هنقشر السوداني بقى وهندقه كده او هنفرمه في الكبة او في مطحنة، اي حاجة زي ما انتي عاوزة. ونبتدي نزين الطبق. طبعا احنا كنا واخدين نص كوباية لبن، عملناها صوص شوكولاتة، بس على ما اللبن الرز بلبن جاهز كانت الشوكولاتة اتاكلت اصلا يعني. وهنا ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتوا شايفين كده، ده الرز بلبن يا جماعة، كريمي وناعم كده ومش تقيل. يعني على ما يبرد هيكون ادانا القوام اللي احنا عايزينه. وهنا بصب بقى في البولات كده، لازم يتصب اول ما يخلص من على النار كده في البولات. حابة تزينيه في وقتها زينيه، حابة تسيبيه لما يبرد تماما وتبتدي تزيني وتقدمي، مفيش مشكلة زي ما انت عاوزة. طبعا الكيلو حليب عمل لي حوالي 6 بولات من الكبار دول، اللي هما اللي لونهم اصفر دول. عملت 4 واتبقى 2. وهبتدي بقى ايه ازين، لان طبعا الحمد لله يعني ربنا يرزق كل مشتاق. عندي ولاد فما بيصبروش، يعني ممكن ياكل حاجة وهي سخنة، او ممكن يصبروا ايه يعني ما يكملش 10 دقايق يعني. هبتدي ازين كده. حطيت جوز هند طبعا على حسب رغبة اللي عايز ياكل بقى. عندي هنا محمد مش بيحب جوز الهند والسوداني عندي على فكرة انا بحبه كده، زي ما يكون متكسر 2 كده، بس ما بحبوش مهروس قوي. انتي بقى عاوزة تفرميه كويس شوية ويبقى انعم من كده، تقدري تعملي كده طبعا زي ما انتي عاوزة. بحط هنا في الاطباق كلها سوداني، وكمان بقى صوص الشوكولاتة اللي اتبقى يعني ما عادش صوص شوكولاتة بقى. كنت عاملة صوص الشوكولاتة ده نص كوباية حليب عليها معلقة كاكاو خام اسباني كبيرة مليانة، معلقة سكر كبيرة، وحوالي نص كوباية زيت او ربع كوباية زيت على حسب بقى ما تربط معاكي. ولو عندك لبن بودر يا سلام، يعني هيخليها حلوة جدا، بس انا ما كانش عندي برضو.
وبقى صوص شوكولاته كده زيناه من على الوش كده، وكمان ادى طعم والله. ده اللي لحقناه، لو كان فضل كله كان بقى حلو قوي بصراحه. بألف هنا وشفا. وكده جهز الرز بلبن معايا. طبعا محمد ابني اللي كان بيحط صوص شوكولاته، فشوفوا ده الطبق بتاعه متوصي بالطبق بتاعه زيادة عن اللزوم، يعني شايفين. هنا كان في معركة شغالة. بس أنا طبعا شلت الصوت علشان هو عمال يحط لنفسه كتير، فابتدى يحط لاخواته وليا برضو زي ما حط لنفسه، عشان بيزود في طبقه أكتر من. وهنا بتكون خلصت وصفتنا معاكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك للفيديو. لو أول مرة تزوروا القناة اعملوا اشتراك وسيبوا كومنت حلو منكم كده تحت الفيديو. يلا مع السلامة، باي باي، في رعاية الله.